أنا بشتغل ممرض في مستشفى أمراض نفسية. احنا بنشوف العجب هنا. بس أغرب حاجة قابلتها كانت سنة 2015. يومها دخل شاب للمستشفى، كان بيحلف إنه عاش حياة قبل دي، وكان بيحكي تفاصيلها كأنها لسه حاصلة امبارح. في مرة قعدت معاه عشان أسمعه. يومها قال لي جملة عمرها ما راحت من بالي، جمدتني يومها وجمدت الدم في عروقي. قال لي أنا اتقتلت قبل كده، واللي قتلني كان دكتور نفسي اسمه دكتور عمر. دبحني بسكينة، وبعدين وراني نفس العلامة بتاعة الذبح موجودة في رقبته. وقتها أنا فكرته بيهلوس. بعدها بيومين بالظبط الشاب ده مات في نص الليل. القضية اتقفلت وأنا حاولت إني أنساها. بعد سنة كاملة جه دكتور جديد بيشتغل عندنا اسمه دكتور عمر. في أول مقابلة بيني وبينه بصلي وابتسملي ابتسامة غريبة، وقال لي مش فاكر لما شوفتك في حياتي اللي فاتت؟ أنا جيت لك تاني في حياتي الجديدة. ولما لف وشه شفتها، نفس علامة الذبح موجودة تاني على رقبته في حياته الجديدة.